ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنتعرف على 4 حاجات مهمة في ال HTML. أول حاجة هناخدها هي التايتل. تمام، ايه تاج التايتل؟ مبدئيا كده التاج بتاعت التايتل ديت هي بتتكتب في الهيد. تمام، ليه؟ لأن دي مش بتظهر في البادي بتاع العنصر، مش بتظهر في الكونتنت بتاع الحاجة اللي هتتعرض، لأ دي بتظهر فين؟ في التاب اللي فوق الحاجة ديت، اسمها تاب. تمام، فالتابة اللي فوق ديت أنا عايز أسميها باسم معين، يكون اسم مثلا الصفحة بتاعتي اللي أنا فيها، فدي بتتكتب فين؟ بتتكتب في الهيد. أدي الهيد. تمام، نروح نعمل تاج اسمها تايتل، أوبن تاج وكلوز تاج، وأنا هسمي مثلا باسم السيشن النهاردة، هتكون عبارة عن الشكل دوت، ونكتب layer more tags HTML. فأنا هنا رحت هلاقي الاسم بتاع الصفحة اتغير، بدل ما هو كان أرقام ديفولت بقي إيه؟ بقي الاسم اللي أنا سميته في التايتل. تمام كده احنا عرفنا نتائج التايتل. برضه هنا أكبر لكم شوية بحيث تعرفوا. أدي الكلوز تاج بتاعة التايتل، وأدي الأوبن تاج، وأدي هنا كتبنا العنوان بتاعي. ماشي، بعد كده هنرجع للبودي. أول تاج هناخدها النهاردة في البودي ألا وهي السبان. تمام، طب ايه السبان ديت؟ السبان دوت هي تاج inline. تمام، يعني عادي بيتكتب أي حاجة جنبه. قلنا الفرق ما بين البلوك والأونلاين في فيديو فات، إن البلوك ما بيقبلش أي حاجة تكون جنبه، هو بياخد المساحة الأفقية كلها، لكن السبان بيقدر يكون في أي حد جنبه. طب قلنا السبان ده هي عنصر أونلاين. تمام، بيتكتب جوه النص عشان نقدر نغير ستايل. تمام، جوه الستايل دوت أو جوه النص دوت نقدر نغير كلمة معينة. يعني أنا عندي مثلا باراجراف، الباراجراف ده فيه كلمة بس عايز أغيرها، في مثلا 3 كلمات عايز أغير لونهم بس تكون بارزة. تمام، فمن غير ما يأثر على الباقي أنا أقدر أحدد الجزء دوت بس وأغير الستايل بتاعه. طب نيجي ناخد مثال نفهم أكتر. أنا مثلا هاخد حاجة اسمها باراجراف، والباراجراف دوت أنا هسميه نكتكس مثلا نقوله this is a simple paragraph أو تستخدم هنا كإسهال and here is ونعمل هنا السبان بتاعه والقفلة بتاعتها والريست بتاعه، ونعمل engine سبان تاج، وجوه السبان أنا هكتب الجملة اللي هي highlighted word. ماشي، أنا كده عملت إيه؟ أنا عملت تاجة البي، أدي الأوبن تاج والكلوز تاج بتاعها، وكتبت جوه البي ده باراجراف. بس أنا جوه الباراجراف ده أنا عايز كلمة highlighted word تكون بستايل معين، تظهر يعني أنا مثلًا كنت المشروع دوّة قبل كده، فأنا هاوريكم الناتج النهائي للtask اللي إحنا هنعمله النهارده. لو هنا خدنا بالنا، أنا هنا آدي الباراجراف، والباراجراف دوّة أنا مخلّي الحتّة دي بس هي اللي تكون لونها اللون دوّة، لكن الباقي ما اتأثّرش بأي حاجة. طب أنا عملت حاجة زي كده إزاي؟ عملت حاجة زي كده بن ب ب باستخدام الspan. فأنا هنا رُحت عملت span للكلمتين دُولة، حطيتهم ما بين التاجة بتاعة الspan highlighted word، وهاروح أنادم الspan ديّة في الCSS بclass. فإحنا المرّة اللي فاتت خدنا الclass والID، فإحنا هندّي الspan دي class.
عطينا الspan class اسمه hi. ناخد الكلمة دي مثلًا، عطينا الspan class اسمه highlighted. فأنا فوق هنادم في الstyle، الحاجة بتاعة الstyle، هنادم أقول خلاص بنت مع اللي بالdot واسم الclass فdot highlighted وأعمل curly brackets. أنا مثلًا عايز الcolor بتاعي يكون إيه، الcolor بتاعي يكون red، لإن أنا عايز الحتة دي تكون لونها أحمر. فأنا هاروح هنا بس أرجع للfile اللي إحنا بنكود فيه وهاكتب color red. آدي عملت الcolor red. طب لو خدنا بالنا برضه هنا معمول لها bold، يعني الخط معمول سميكة عن الباقي، فإحنا ممكن برضه في الCSS نكتب حاجة اسمها font weight bold. ما تقلقوش من الCSS ده هيتشرح تفصيليًا، بس أنا عشان نطلع نفس الشكل. فإحنا لو رجعنا كده هنلاقي نفس الحاجة اتغيرت. طب هو الخط هنا ليه مختلف عن اللي هنا؟ عشان هنا أنا كنت مستخدم خط، فإحنا لو محتاجين مثلًا نغيّر الخط عمومًا في الموقع بتاعنا، إحنا بنروح نعمل body وأقول للbody دوّة يعني هاروح أحط الكلام كده. فإحنا لو هنا هنلاقي نفس يعتبر الشكل بتاع الكلام هو. طب أنا هنا عملت إيه؟ أنا هنا رُحت غيّرت نوع الخط واديته حاجة اسمها margin 20 بكسل بحيث تاخد من هنا مسافة زي ما كنت هنا واخد مسافة. طب ماشي، إحنا ما نهتمش بالCSS، أهم حاجة بس إن أنا دلوقتي عملت class للسبان تمام، وعرفنا إزاي بننادي الclass، والclass ده عطيته color لونه red. دي أهم حاجة بس تفهموها. بس، فأنا هنا لمّا جيت غيّرت في الhighlighted word ديّة، أنا هنا عطيتها spam والspam دي ما أثّرتش على الجملة والstyle بتاع الجملة، يعني لإن هي عنصر line فهي تقبل تكون في أي حاجة جنبيها وأي حاجة قبليها، عكس لو كان عنصر block فكانت دي هتاخد سطر تحت ومش هتقبل تكون أي حاجة جنبيها. فدي فايدة الspam، إن إحنا لو عندنا مثلًا paragraph والparagraph ده محتاجين ندّي تركاية أو style في جزء معيّن، نقدر نشتغل بيه بالspam. طب تاني حاجة عندنا ألا وهي تاجة الBR. أنا لو عندي حاجة زي كده اللي هي مثلًا في المثال دوّة first line of text وsecond line of text after per tag، الجملتين دُولة أنا لو كنت هاستخدمهم في الطبيعي كنت هاروح أعمل إيه، كنت هاروح أعمل B2، كنت هاعمل 2 paragraph وأول paragraph أروح واخد الfirst line، تاني paragraph هاروح واخد الجملة دي، وأروح أرجع أشوفها نفس الكلام أهو صح؟ صح. بس أنا عندي تاجة اسمها BR، الBR ديّة بتساعدني اللي أنا جوّه الparagraph نفسه ممكن أعمل BR، الBR دي بتنزّل لي سطر أو بتبدأ سطر جديد، حاجة اسمها breaking line، والbreak line دوّة اللي هو كإنه بيبدأ لي سطر جديد، يعني بينزل لي سطر. طب أنا أعمل حاجة زي كده إزاي؟ هاروح أمسح التاجة دي والتاجة دي، وأنا كده عملت الopen tag والclose tag، وأدي يعتبر السطر كلّه مع بعض تمام. حتى هنا أنا لو واخد سطر قُلنا الparagraph الHTML مش بتهتم بالمسافات والسطور، يعني أنا مهما عملت سطور هو برضه شايف إن ده كله سطر واحد. بس فأنا هنا محتاج أعمل first line of text في سطر وتحتيها ينزل السطر ده. نعمل حاجة زي كده إزاي؟ قُلنا في tag اسمها BR، الBR ديّة بتساعدني إن أنا أنزل سطر. sorry. الBR ديّة هي open tag بس مش close tag، ما لهاش close tag يعني. بس فهنا رُحت لقيت إن الfirst line of text بعد كده رُحت عملت الBR اللي هو نزل لي سطر، وبعد كده راح نزل لي الsecond line of text. طب أنا لو رُحت عملت الBR كده هتأثّر في حاجة؟ لأ، هي، لأن زي ما قُلنا إن الHTML مش بيتأثّر بعدد المسافات اللي أنت واخدها في الكود بتاعك نهائيًا. بس فأنا عملت paragraph واحد والparagraph دوّة هو قطعة، القطعة ديّة أنا كنت محتاج بس أضبّط الstyle بتاعها إن يكون سطر والجزء التاني يكون في سطر لوحده، فاستخدمت الBR، دي فايدة الBR. طب نيجي لتالت حاجة ألا وهي الHR. طب الHR ديّة هي عبارة عن إيه؟ الHR ديّة هي
بتعمل لي خط أفقي كده بيفصل ما بين أجزاء الصفحة. بنستخدمه كشكل يعني، هو يعني لو عملنا HR كده هتلاقيه عمل خط كده. خدتوا بالكم الخط دوّة بيفصل لي مثلًا ما بين الجزء دوّة، ولو أنا رُحت عملت مثلًا هنا، هنا كانت في جملة اللي هي content after horizontal line HR دي اختصار لكلمة horizontal line خط أفقي تمام. فأنا هاروح هنا مستجة الB وأحط content دوّة، وألاقي إن أدي الباراجراف فصلته عن الباراجراف اللي فوق، وكان مثلًا بشكل كده أحسن يعني. مش دايمًا بنستخدمها في لو أنت حابب مثلًا تضبط شكل صفحة معين في دماغك، بس يعني هي مش أساسية في أي حاجة أنت لازم ملزم بيها، لأ، هي بتكون على حسب أنت الstyle بتاع الصفحة أو الpage بتاعتك عايزها تكون شكلها إزاي، بس فدي بتساعد برضه أحيانًا. يبقى إحنا كده خدنا 3 تاجات في الbody وتاجة في الhead، ال3 تاجات في الbody ألا وهما الspan، وقلنا الspan ده هو عنصر online وأقدر أتحكم في جزء من الparagraph بتاعي. واللي بيكون ليه استخدامات كتير بتفيدنا قدّام، مش شرط الباراجراف، ممكن أعمل أي حاجة بيه، يعني هناخد الكلام دوّة قدّام في المشاريع. وخدنا الBR والBR دوّة هو تاجة بتخلّيني أنزل سطر جديد break line. وخدنا تالت تاجة الHR والHR ده بيساعدني إن أنا أعمل horizontal line خط أفقي بيفصل ما بين الحاجات اللي فوق والحاجات اللي تحت. وأكيد يعني ما دام هو بيفصل من فوق وبيفصل من تحت، معنى كده إن هو عنصر بلوك، يعني ما هيقبلش أي حاجة تكون جنبه، لإن هو ده عنصر فاصل أساسًا، فمش هيقبل يكون أي حاجة جنبه. يبقى الHR ده عنصر أساسًا block element. ماشي، وخدنا تاجة في الhead ألا وهي الtitle. وقلنا الtitle ديّة اللي بتخلّيني أعمل عنوان لاسم الصفحة فوق، وده بيكون في الhead لإن ده مش بيظهر في الcontent بتاع الصفحة، لأ هو بيظهر في العنوان، ويبقى ده بنستخدمه في الhead. يبقى إحنا كده خدنا ال4 حاجات الtitle والspan والBR والHR، ويعتبر عملنا الtask بتاعنا، ده الجزء اللي أنا كنت محتاج أعمله واتعمل. وأشوفكم في فيديو جديد. سلام.